طب انواع التمارين بقى برضو يا كابتن بتفرق برضو بالذات كمان، يعني طبعا لكل الناس لكن برضو للبنات والسيدات، بالنسبه للكارديو وبالنسبه للويت ليفت مين اعمله اكتر؟ هقول الكلاسز راي لحضرتك حضرتك فيها ايه؟ انا بروح الكلاسز بس نمسكها واحده واحده. نمسك واحده واحده. ايه تارجت كل واحد؟ أيوة، في حد عايز يخس وفي حد عايز يعمل شيب مش شرط. انا تارجتي ان انا اروح الجيم انبسط. صح كده. ما عنديش مشكله في اي حاجه، انا رايح الجيم عشان انبسط. طبعا عشان انبسط وفي نفس الوقت يبقى شكلي كويس. انا شخص متزن زي حضرتك، عندي نسبه دهون نسبه عضلات نورمال، انا انسان نورمال. طب اطلع من مرحله النورمال لمرحله الاسيليت. اسيليت يعني راجل رياضي. تمام، يبقى لازم افقد شويه دهون وازيد شويه عضلات، هي عمليه عضلات ودهون. فنبتديها واحده واحده، نشوف جسمي بيبني ازاي ويحرق ازاي. انا الاكل اللي انا باكله بيتخزن في الكبد على صوره جلايكوجين، اللي هي الماده اللي الجسم بيستغلها كطاقه. ومش عايز اخش مع الناس في تفاصيل علشان مش هتفهمها قوي، اي تي بي واي دي بي والحاجات دي كلها. فالطاقه اللي موجوده في الكبد ديت مخازن بكل بساطه. اول ما ببدا رياضه جسمي يبتدي يسحب منها الطاقه لحد ما تخلص، بعد كده ينقل على ايه؟ الدهون، يحولها كمصدر طاقه. فانا ببدا تمريني، اخلص الاي تي بي والاي دي بي والجلايكوجين والحاجات اللي متخزنه في الكبد، الطاقه بتاعت اكلي. ايوه. وابتدي اخش على ايه؟ مخازن الدهون والفاتس وكده. فيفضل ان انا ابدا تمرينتي اللي انا حابه الاول علشان اجيب منه التارجت اللي هو ايه؟ انا ابني عضلات. فاستغليت الطاقه دي ان انا عملت عضلات واتمرنت في الجيم بالاجهزه بالاوزان بهكذا. من بعد 20 ل 25 دقيقه من ادائي في التمرين جسمي بيبتدي يحرق دهون. بالظبط. فاستغل حرق الدهون ده في الكارديو. فاحنا نعمل التقسيمه بناء على جسمنا مش كده. انا عايز احرق فاتس اكتر، فاحرقها بطريقتين. انا واحد عايز اخس، ابدا حرق الفاتس بالتمارين العاديه في الجيم، استغلتها وفي نفس الوقت بنيت عضلات، لاني كسرت عضلات هعمل ريكفري هتبني عضلات. ايوه. فيز نمبر 2 اللي هي المرحله الثانيه، ان انا احرق دهون بس، فابتدي اعمل كارديو. اخش على مرحله الكارديو. طيب بالنسبه للكلاس المرحله الثانيه. ايوه. طيب انا مش ضد الكلاس ولا اي حاجه، لكن انا لو دخلت الجيم عشان اعمل كلاسز بس مش هيعمل لي شيب. خلينا واضحين. ايوه. لازم اعمل اداء رياضي بتمارين معينه علشان اغير في شكل جسمي. الكارديو اللي انا بعمله ممكن اعمله في عباره عن كلاس علشان ما يجيليش ملل. على التريد ميل او زهقان في حاجه، انا بقعد ساعه الا ربع على الاي فيكس، على التريد ميل، اي مكنه او اي ماشين. وقابلت ناس بقى في الكلاسز وموتيفيشن وبتاع، فعملت الكارديو بتاعي. تواصل اجتماعي كويس، ننبسط. بنعمل اللي احنا حابينه، سواء زومبا او كذا او كذا او كذا، بيساعد في بناء العضلات علشان برضه نكون واضحين، لكن مش هو اللي هيعمل لي شيء، مش الاساس. تمام. بعمل الكارديو بتاعي في شكل كويس جدا واستفيد منه في نفس الوقت. طيب في الويت ليفت بقى زي ما حضرتك بتقول بيعمل شيب، بس انا ما ينفعش زي ما قلنا من شويه ان انا اللي اروح وامسك الويت واطلع اعمل كل التمارين، ولا حتى يا كابتن ابلكيشنز اللي منزله تمارين معينه او الاونلاين كوتشنج. قول لنا عشان الموضوع ده دلوقتي يعني مش منتشر، هو ما فيش غيره غالبا دلوقتي، الاونلاين كوتشنج والابلكيشنز اللي بتقول تمارين والناس بتروح بقى تعمل هي التمارين دي. هي بالظبط زي ما انا بالظبط اديك روشته الدكتور، اقول لك الروشته ديت خدي الدواء اللي فيها، تقول لي انا اعرف ازاي؟ قول لي الدواء ده اسمه ايه، اجيبه منين، اصرفه ازاي، اخده ازاي. أيوة. صح. ايوه. ده الكوتش. انا دلوقتي دخلت اونلاين كوتش وانا ما اعرفش اي حاجه ولا اعرف امرن نفسي، فلقيت الكوتش مشكورا راح باعت لي شويه تمارين وراح باعت لي طريقه اكل وخد وجايد نفسك. لا ده هيتابع معايا. هيتابع معاك ازاي؟ هيشوف ادائك الحركي. قال لك العب شيست بريس، ربنا كرمني وعرفت يعني ايه شيست بريس. قعدت ايدي فوق ايدي تحت، ازق ازاي، انزل ازاي، طريقه النفس، العدد، اعمل بسرعه ولا اعمل بطيء. أيوة. الوزن هيبقى قد ايه المناسب ليا. دي كلها حاجات كتير بتفرق يا كابتن طبعا في الزوايا. في ناس محترمين احترمهم كمدربين، ان هو عنده في الابلكيشن بسالك بعض الاسئله عشان اعرف انت تعرف تمرن نفسك ولا لا. صح. فانا قبل ما اخش على الابلكيشن، قبل ما اخش اعمل اونلاين كوتشنج مع حد، لازم اكون اعرف امرن نفسي واتمرنت في الجيم فتره تخليني اعرف اسوق نفسي كويس. صح. فكل اللي بيعمله الكوتش ان هو بيديني الطريقه المناسبه ليا بناء على جسمي علشان يشغل لي ده. انا كتير قوي بيقولوا لي عايزين نعمل اونلاين معاك اونلاين معاك، فانا مش حابب ابدا ده، ولو هبداه لازم ابداه مع ناس فاهمه بطريقه معينه مثبت حاجات معينه منها
اعرف، هو يكون راح الجيم وعارف هو بيعمل ايه، فانت لما تقول له يعمل التمرينه دي هو بيعرف يعملها. لانه في الاخر هيرجع يقول انا اتمرنت مع فلان ما جابليش نتيجه، ولو انا او جاب وحظي اصابه بقى او حد عمل حاجه او غلط، جالي اصابه. عمل اصابه قدام يعني مثلا لو انا بمرن 10 5 منهم راحوا في داهيه والخمسه التانيين نجحوا، انا انسان فاشل. تمام. فهي دي ما انصحش بيها اي حاجه حد. مهمه فعلا الناس تعرفها، ان ممكن الناس بتستسهل او بتشوف حد بيعمل حاجه معينه فبيروحوا يقلدوا التمارين. ما هو للاسف احنا عندنا في الوطن العربي كل الناس خبراء، كل الناس محللين، كل الناس فاهمين كل حاجه. لا انا بحب الوضوح. حتى عندي في الجيم يا جماعه انا عامل كلاس للبيجنر، ما الاقيش هيحضر فيه حد. صح. لو شلت كلمه بيجنر مبتدئ وحطيت كلاس عادي للناس السترينث، الاقي ناس داخله يا عيني عمرها ما شافت رياضه وجايين عايزين يدخلوا. هي الايجو بتاعي والطريقه بتاعتي مش هتقللني لما انا اخش كلاس بيجنر. لازم نتعلم اول. لازم نتعلم. فهو ده. صح. لو كل واحد صادق مع نفسه وعرف الحته فين؟ دي او هو فين، صح. هيفيد نفسه مش هيضر نفسه. بس اغلب الضرر بيجي من حته الايجو دي. بياخدوا على ان هم لازم يبقوا عارفين فخلاص. لا طبعا.